بنواجه مشكلة ان انا عملت زي ما عملتش. حتى ما بسمعش كلمة شكرا. ببقى عملت حاجات قدام حد ومنتظر الحد ده يقولها، ما بيقولهاش. الحاجة دي بتسبب لي حاجة نفسية او بتضايقني جامد، او انا بتضايق من حاجة زي دي. طيب، انا وانت كلنا بنتضايق. ده انا دي صاحبتي، دي كانت عايزه مش عارف ايه قلت لها، ده زميلي قال لي انا مش عارف عايز ايه عملت له. حتى ما بيقوليش كلمه شكرا. اما الاقي واحد تاني ولا بيعبر ولا بيعمل معاه حاجه، وده شايله تاك فوق راسه. طب هي نوعيه البشر اولا ما بتحبش اللي يحبها. جد والله، يعني نوعية البشر ما يحبوش الشخص اللي يحبه، او ما يقدرش اللي يشيله فوق راسه. طب انا اعمل ايه؟ والله انا كان بيحصل معايا المواقف دي كتيرة جدا، وكنت بتضايق والكلام ده كله وخلافه. فرسالتين من القرآن، ايتين من القرآن خلوني بجد اعمل الخير وارمي البحر. ايتين خلوني فعلا اتصدق بيميني وما تعرفش شمالي انا اتصدقت بايه. ايتين بجد خلوني اعرف اتعامل مع كل واحد ازاي. ايتين بجد خلوا مودي بقى احلى واحسن. ايه هي؟ بلى الانسان على نفسه بصيرة. بلى الانسان على نفسه ايه؟ بصيرة. ايه الاية دي؟ ايه الاية اللي بجد فعلا تجبر بخاطر الانسان دي؟ ان انا عملت زي ما عملتش. ربنا شايفك، ربنا شايف انت عملت ايه وانت ما عملتش ايه. طب ورسل لم نقصصهم عليك. ايه برضو الايه دي؟ اقول لك للايتين على طول، ان انا مهما عملت وقالوا ما عملتش يكفي ان ربنا شايف، وكمان يكفي ان انا شايف ان انا عملت. يكفي ان انا عملت مع فلان وهو ما يقولش، يكفي ان انا جوايا كده، انا كده جوايا عارف ان انا ايه عملت. ما هيزيدش بقى حاجه، ميزاني ما هيزيدش في شيء، ما هفرحش. يعني انا لو بل الانسان على نفسه بصيره، لو انا حلو وقالوا عليا وحش ما ينفعنيش. عايزها اقول لك بالخلاصه، بل الانسان على نفسه بصيره لن ينفعك مدح المادحين. لو بيقولوا مدح مش فيك، انت واحد مش كويس ولقيت واحد بيقول لك ايه ده فلان، ده حلو، ده جدع، ده مش عارف، ده ايه ويقولوا صفات مش موجوده فيك، انت هتفرح؟ لا. طب لو انت حلو وبيقولوا عنك وحش ولا يفرق معاك، فكبر دماغك. اهم حاجه انت شايف نفسك ايه، خلاص. اللي هينفعك لو فيك صفه حلوه وواحد قال انها حلوه ما هتفرقش معاك، بس برضه حاجه كويسه. لكن لو فيك صفه وحشه وقال ان انت حلو، لا صدقني والله ما يفرق معاك مدح المادحين. ولا يعني في جيش هارون الرشيد كان في ناس بيجاهدوا في سبيل الله، ما كانش بيتكتب اسمائهم ولا كانوا بياخدوا فلوس ولا كانوا بياخدوا اي حاجه، الشهاده. سيدنا نوح ما كانش هيفرق معاه اذا كان قومه امن بيه ولا لا، ولا كان هيعمل حاجه. فانا النهارده كنت جاي لك برسالتين من القرآن، اقول لك اعمل الخير وارمي البحر. يكفي انك لو فعلت شيء، يكفي ان انت تبقى عارف انك فعلته، مش شرط فلان يعرفه. والحاجة التانية، ما تزعلش مهما ده يعمل معاك ومهما ده يعمل معاك، خلاص طالما انت عملت الصح وربنا شايف كده، خلاص كبر دماغك. وفي الاخر، ومش في الاخر، وعلى طول والله، وكل ما تتضايق، كل ما حد يعمل معاك موقف وحش، كل ما تبقى في خنقه او ضيقه، ما هيخرجكش من المود ده والله العظيم، وعن تجربه، مش عشان الدين، لا والله، والله ما هيخرجك من المود ده الا الصلاه على النبي. فصلي على النبي.